خليك عارف ان دول مش بيجوا بسهولة لكن بيروحوا بسهولة، وما بين ان هم مش بيجوا بسهولة لكن بيروحوا بسهولة في النص ما بينهم، وعد عندك ضغط مادي ونفسي وعصبي ومجهود ذهني ومجهود عضلي، وفي بعض الاحيان ممكن تقعد بالاسابيع بل بالشهور ان انت ما تشوفش اسرتك، وفي بعض الاحيان ممكن تيجي على نفسك وتيجي على كرامتك عشان بس تعرف تجيبها. فرسالتي ليك لو كنت صاحب شركة او حتى محل بقالة صغير بس مضطر ان انت تجيب ناس تشتغل عندك، لما تيجي تختار موظف عندك وتحديدا لو هو هيبقى مسؤول عن ناس بين قوسين بني ادمين قبل ما ينسوا ان هم بني ادمين، يبقى اكتب في الاعلان بتاعك ان انت محتاج واحد حاصل على شهاده كذا وخبرات كذا وكورسات كذا، وبقى اكتب ان هو يجيد التعامل مع بني ادمين، بالظبط زي ما سمعت حضرتك كده ان هو بيجيد التعامل مع بني ادمين، عشان حضرتك لما بتعين موظف دلوقتي هو بقى فاكر ان الناس اللي تحت دول مجرد عبيد يدوس عليهم بجزمته، وهم مضطرين ان يستحملوا عشان وراهم مسؤوليات، فمضطرين ان هم يستحملوا الراجل اللي انت جايبه او الموظف اللي انت جايبه او المسؤول اللي انت جايبه ده وهو عنده امراض نفسيه وجاي يطلعها على الناس، والناس مضطره انها تستحمل بسبب سوء اختيارك. فخليها في حساباتك انه يجيد التعامل مع بني ادمين مش عبيد، عشان المزربه بقت فيها كتير. ومش هقول لك ابعتها له، سيب القوس مفتوح وكل واحد عارف نفسه. وما تنساش لايكك الجميل وشيرك، وما تنساش تصلي على النبي. سلام يا صاحب الشركة.